اليوم يفتقد طبعا لحارس المرمى الأساسي ديلوفان مهدي، ويشترك بديلا عنه محمد حسن الحارس الثالث في تشكيلة فريق الطلبة، على اعتبار أن حسن أحمد الحارس الثاني أيضا منشغل مع المنتخب الأولمبي العراقي ولديه التزام معهم بالتأكيد. ديلوفان مهدي مصاب، وغيابات أخرى سنتابعها مباشرة من خلال هذا اللقاء ونذكرها تباعا. هكذا إذن صافرة البداية، انطلاقة المباراة من السيد أميد مصطفى، انطلاقة 45 دقيقة في النصف الأول منها، خطرة أولى لمصلحة فريق الطلبة داخل منطقة الجزاء. الله الله الله، الطلبة يصلون مع الدقيقة الأولى، الطلبة يسجلون بأولى الهجمات. علي صلال يضع الطلبة في المقدمة مع بداية اللقاء. بيني وبينكم السيناريو كان متوقع، لكن ليس مع الدقائق الأولى أو مع أول دقيقة تحديدا. علي صلال في الدقيقة الأولى، في الثواني الأولى، بأول انطلاقة، بأول هجمة، وبالتالي يسجلون الطلاب أول الأهداف. شوف الإعادة بالعرض البطيء، حمزة عدنان عرضها داخل منطقة الجزاء. حلوة المتابعة جاءت من علي صلال، وبالمباشر ماخذ له مساحة، ما كذب خبر ولعبها بالمباشر بعد أن عدت الكرة العرضية